لو عايزين تعملوا طاجن المكرونه باللحمه زي الجاهز واطعم، هقولكوا ازاي نظبطه ونطلع طعمه احلى من الجاهز كتير. عايزاكوا تعتمدوا الطريقه دي، جربوها وقولوا لي رايكم. في حله هننزل بمعلقه سمنه كبيره، هنزل عليها بصلايه مفرومه او متقطعه حتت صغيره، بصلايه كبيره هنشوح فيها لحد ما تاخد لون ذهبي. واول ما اوصل للون الذهبي الفاتح هنزل بشويه توابل هكتبها لكم في الكابشن، ومهم جدا ما تستغنوش عن اي تابل فيهم لانهم كلهم بيكملوا بعض. هدي تشويحتين بالظبط وهنزل بكوبايه كبيره من عصير الطماطم. تمام، الطماطم دي انا مفرزاها معاكم، دي طماطم مركزه. تمام، وهنزل هنا بمعلقه صغيره من الثوم المفروم وهنقلبهم مع بعض وهنوطي النار ونغطيهم ونسيبهم بالظبط. هياخدوا 10 دقايق ربع ساعة. لو انتي مصلصة الطماطم في الأول مش هتاخد معاكي وقت، هتلاقي المادة الدهنية طلعت على الوش، معناها انها معايا جاهزة. وهنيجي في بريم طاجن بقى، يعني حاولوا تختاروا طاجن كده حلو تنزلوا فيه باللحمة المفرومة متعصجة. انا معصجة اللحمة كالمعتاد. انزلوا بكمية اللحمة اللي انتوا عايزينها وافردوها بالشكل ده. وهننزل هنا بكيس مكرونة هنوزعه في الطاجن بالتساوي، وهنزل عليهم بالصلصة اللي احنا مجهزينها. هحاول اسوي الصلصه على الوش. تمام، وهنزل بميه مغليه في الحله مكان الصلصه اللي انا نزلتها. انا نزلت كميه الصلصه كلها، وهبتدي اعمل فتحات في الطاجن بتاعي ادخل جواها الميه والصلصه. طبعا نعرف العيار المظبوط ازاي اللي يخليه لي الطاجن ولا يعجن ولا يطلع ني، بتكون الميه والصلصه في سوى المكرونه. تمام، هنبتدي نغطي الطاجن بتاعي بورق زبده وعليه ورق ألمونيوم ونقفله كويس، ونكون مشغلين الفرن قبلها بربع ساعة، وهندخله على رف أوسط درجة حرارة 200. هياخد معايا بالظبط نص ساعة. تمام، لو احتاج أزيد 10 دقايق هندخله، لكن ما تطلعوش بدري عن النص ساعة. تمام، هنا بعد ما ياخد نص ساعة معايا بالظبط طلع مظبوط جدا، سواء مظبوط على الشعرة، الطعم والريحة فظيعة. ولو عايزة تعمليه طواجن صغيرة ممكن جدا. تمام، انا حبيت اعمله طاجن كبير وناكل منه. وهنا كنت قلبته على وشه. تمام، ما بيلزقش ولا اي حاجه خالص، هيطلع معاكي حلو قوي. اوعدكم ان انتوا لما تعملوه بالطريقه دي وما تستغنوش عن اي تابل فيهم وتظبطوا السوا في الشكل ده، هتاكلوا احلى طاجن مكرونه باللحمه المفرومه. انا عايزاكم تجربوه، هستنى رايكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.